Sie Deutsch, ja, 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 ja. Gut, 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 gut. Guten Tag, 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 Tag. Scheiße, Scheiße, ja, ja, wunderbar. السلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات كورس الألماني اللي احنا سايبينه بقالنا شهر بالظبط وانشغلنا في تصوير حاجات تانية. أنا قلت أنا فاطمة حسن ولا ما قلتش؟ قلت أو ما قلتش. أنا فاطمة حسن في قول الألماني، ودلوقتي هنبدأ مع بعض الحلقة تقريبا دي ال15 عشان أنا نسيت أبص على عدد الحلقات. احنا أخدنا المرة اللي فاتت الفي فراغن وأخدنا اليا ناين فراغن، ازاي تسأل الألماني أو ازاي تسأل في الألماني بأداة استفهام زي ال W questions كده، questions في الإنجليش، بلاش أتفزلك، صح؟ ماشي. وعندنا يا ناين فراجن ده زي الإنجليش برضو، إيه لما تسأل بالدو وتعصم مش عارف إيه والحاجات الغريبة اللي كنا بناخدها في ابتدائي وإعدادي. أنا كرهت الإنجليزي بصراحة وبقالي كتير سايباه من تالتة ثانوي. المهم، أنا بقى خلّصت الياناين فراجن وخلّصت لك الفي فراجن. طب أنا هاستفاد إزاي كده؟ أنا هاتدرّب إزاي؟ بنجيب الحاجة دي، أنا نسيت اسمها. آآ أنا فاكرة يانوش، مش فاكراها ليه، أنا دايمًا بانسى اسمها مش عارفة ليه. فالمهم إحنا هنتفرّج على easy journal مع بعض، وهنبدأ نشوف، شايف الuntertitel أو الsubtitle اللي قدامك ده، هو ده اللي أنا عاوزاك تتابعه عشان تقلد النطق بتاعه. تمام، تمام، يالّا بينا نبدأ بيه ونشوف الدنيا هتبقى ماشية إزاي. وحاجة تانية، الفيديو علشان حقوق الملكية ممكن يتقص، فأنا هاسيب لك اللينك بتاعه في الdescription إن أنت تشوفه. ده الفيديو اللي استخدمناه في الكورس مع بعض، إن أنت تبدأ تشوفه. لو حاجة واقفة عليك ابعت لي على التليجرام في الجروب نفسه، ما تبعتليش private، لأن الprivate أنا ما بالحقش أشوفه وبصراحة ما باردش عليه، ما باشوفوش كمان. أو تقدر تبعت لي واتساب، كل اللينك أو الروابط دي كلها هتلاقيها عندك في البايو في اليوتيوب. ابعت لي على الواتساب لو أنت على الفيسبوك بتسمع الفيديو، أيًا كان هتعرف توصل لي وهتعرف تلاقي الروابط دي كلها إن شاء الله. تمام، نبدأ بقى بسرعة عشان إيه ما تبقاش مقدمة طويلة أوي يعني. هي كاتبة أو مكتوب في الأونتاتيل أو هي قالت يعني: Hallo Leute, Hallo Leute, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video. طبعًا في subtitle English لو أنت حابب تمارس الإنجليش برضه. مش عارف، ممكن تاخدها screen، روح على ChatGPT قُل له ترجم لي الكلام ده بالعربي هيترجمها لك وهتبقى الدنيا زي الفل. مش عارف تعمل الحاجات دي في الChatGPT، خُدها screen والكلمة كلمة بتبدأ تكتبها في كراسة والّا حاجة، تلاقي application أو تطبيق اسمه Reverso هيطلع لك شكله هنا كده، وهتلاقي برضه الlink بتاعه في الdescription تقدر تترجم بيه. بيترجم أحسن وأفضل من Google Translate وأحسن من ArabText. أنا ما باحبش ArabText. تمام، يالّا نبدأ نسمع الصوت ونبدأ نترجم مع بعض واحدة واحدة. Hallo Leute, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video. نرجع سِنّة لورا، حاجة أعدِّل بسرعة وارجع عيد تاني. Hallo Leute, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video. واحدة واحدة وأنت بتقرا، قلِّد النطق. حاجة صعبة عليك ارجع عيدها، سواء تشتغل من تليفون، تشتغل من لاب، بلاش الحجج اللي على الفاضي دي، أي حاجة بتمشّي الدنيا سهلة يعني. أنا والله اللاب بتاعي خربان خالص والدنيا بايظة، يعني كويس إن أنت سامعني أصلًا. فإحنا هنا أهو شُفنا الجملة، سمعنا صوتها، وهنبدأ إيه، إن أنا أترجم لك معاهم واحدة واحدة. أنا ترجمت والّا نسيت؟ أنتم هتعانوا منّي أوي في حتّة إن أنا بانسى أنا باقول إيه وأنا باتكلم، لإن ما فيش حد معايا، فأنا باسرح بخيالي على حسب ما أنا باقول إيه. فالمهم Hallo Leute، إزيكم عاملين إيه يا ناس؟ Ich begrüße euch heute zu einem neuen Video. أنا باحييكم النهارده أو أهلًا وسهلًا بيكم في فيديو جديد من حلقات Easy Journal. ترجمها أي حاجة، المهم تفهم المعنى، ماشي؟ لو أنت بتاخد كلمة كلمة، أنا ما باحبش الطريقة دي، أنا باحب آخد المعنى المُجمل أو المعنى العام، ما باحبش كلمة، كلمة. ولكن طالما أنت لسه eins anfänger أو مبتدئ، فلازم تعرف كلمة، كلمة معناها إيه لغاية ما تتعود. يعني أنت بتاخد كلمة، كلمة، يعني كلمة Leute يعني الناس، ich يعني أنا، begrüße جاية من الverb begrüßen يعني يحيي، euch يعني أنتم، سواء في الaccusative سواء في الdative سواء في الreflexive pronoun أيًا كان. heute النهارده، zu يعني إلى أو ليها معاني كتير حسب الcontext. einen برضه جاية من الdative. neuen هنا في adjective declination. فيديو يعني فيديو، واضحة ما فيهاش مشاكل. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنت بعد ما عرفت المعاني ما تشغلش بالك إن أنت تعرف الarticle كتير، ما تشغلش بالك إن أنت لازم تكون عارفهم من أول مرة، لأ، واحدة واحدة بالتكرار الموضوع هيضبط معاك وجايب نتايج كويسة جدًا. معايا أنا شخصيًا، إن أنا ما خدتش كورس برّه أو كورس خارجي، أنا اللي مذاكرة من Easy German وأنا اللي ضبّطت نفسي، لأن الجامعات ما بتذاكرش لحد، ما تشغلش بالك. تمام، هنكمل باقي الفيديو مع بعض. أنا حاسة إن أنا باتكلم سريع، إحنا في رمضان على فكرة بنسجل سريع. الفطار هيقدّم بعد بالضبط نُص ساعة، فيا دوب لحقت إن أنا إيه، أسجّل بسرعة.
تسمع تاني اللي هي قالته ونبدأ نتابع هي هتكمل هتقول إيه ونترجمه مع بعض واحدة واحدة كده وإن شاء الله تبقى الدنيا واضحة وما فيش حاجة صعبة عليك. Hallo Leute, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video und in diesem Video geht قبل ما تكمل أنا هاترجم وبعدين نرجع نخلّيها إيه تكمل. Und in diesem Video geht es das Thema يعني وفي الفيديو ده in diesem Video يعني في الفيديو ده geht es بيدور الموضوع حول das Thema يبقى لمّا تلاقي preposition أو تلاقي حرف جر معيّن استخدمته بحاجة في الuntertitel هنا copy paste. الألماني copy paste لا في لهجات بقى كتير، في لهجات بس خفيفة، بس مش زي الEnglish الكندي والأسترالي و فراسنا توجعنا لأ. أنت بتشوف الحاجة copy paste لمّا تيجي تحتاجها هتلاقيها زي ما هي ما فيش أي تغييرات، بالضبط. اللهم إن كان بقى في مش عارف النمساوي والسويسري ماشي بيبقى في كلمات زيادة، بس إحنا هنا بناخد الإيه، اللي هو زي ما إحنا بنحكي في الفلاحين ألماني صرف، ما فيش حاجة تانية داخلة معاه. يبقى und in diesem Video geht es das Thema Fragen auf Deutsch. وفي الفيديو ده التيمة بتاعتنا بتدور حول أسئلة بالألماني أو توجيه الأسئلة بالألماني. تعالَ نبدأ نكمل مع بعض هتقول إيه. es das Thema Fragen auf Deutsch. أنا باحاول كمان إن أنا أقطّع لك وقت كل ما بتقول حاجة عشان الفيديو ما يتقصّش وتحس إن أنت تُهت شوية. اليوتيوب سياسته ما شاء الله جميلة جدًا. تمام، تعالَ نكمّل تاني. Wie ihr wisst, gehen wir jede Woche auf die Straße hier in Berlin. قبل ما تخلّص wie ihr wisst. wie ihr wisst يعني زي ما أنتم عارفين. gehen wir jede Woche يبقى إحنا بنروح أو بنذهب كل أسبوع auf die Straße hier in Berlin. إحنا كل أسبوع بنختار شارع كده في برلين ونبدأ إن إحنا نروح إيه، فيه. أكيد هنروح نصوّر يعني، هنعمل إيه هناك؟ Berlin und stellen Menschen Fragen mit dem Mikrofon. Und stellen Menschen وبنوجه أسئلة للناس. Fragen أسئلة mit dem Mikrofon بالميكروفون. تمام؟ تمام. Und diese Fragen gucken wir uns heute mal an, um euch zu erklären. قبل ما تكمّل. Und diese Fragen gucken حرف الج هنا اتنطق شوية سامع التكة؟ تكة الأمان. أنا حاسة بس إن أنا في الفلاحين وأنا باعمل عارفين اللي هو هِس الحمارة نفس الحال. المهم und diese على فكرة إحنا فلاحين عشان الناس اللي هتيجي تقول لك في الكومنتات فلاحين ومش فلاحين إن أنا باتنمر، مش تنمر والمُزح، والله العظيم ما تنمر، اللهم إني صايمة. صومت 3 أيام رمضان ده والحمد لله. المهم und diese Fragen gucken wir uns heute mal an واحدة واحدة. angucken يعني إن إحنا إيه، هنبُص بصّة كده، هنشاهد مشهد صغير، هنبُص، هننظر، ماشي؟ اللي هي sich angucken عشان uns إحنا اللي هنتفرّج يعني. heute mal heute النهارده mal يعني هنشوف لنا إيه مرّة كده، كلمة مرّة، تمام؟ euch لكم أنتم euch zu erklären. zu هناخدها في الأسفل Grammatik ما تشغلش بالك بيها أوي، بس هي معناها لكي من أجل أن، تمام؟ يبقى und diese Fragen gucken wir uns heute mal an, euch zu erklären. قلل الصوت نفسه، يا رب صوت الخلاط ما يكون طالع عشان إحنا لسه بنطبخ متأخرين الحمد لله وهنروح في 60 سلامة، يا رب صوت الخلاط ما يكون ضال. المهم أنا كنت باقول إيه؟ الحمد لله. الخلاط شاوِش عليّا، جُعت. لمّا تلاقي Grammatik أنت مش فاهمه، لمّا ييجي وقتها هنشرحه لك فما خُد الإيه، زي ما أنا قُلت لك copy paste إن أنت تعرف شكل القلب بس عامل إزاي، وأخّد ودنك أو خلّيها تاخد على صوت اللغة، وسيبك من الناس اللي بتقول لك اسمع وخلاص بدون ما تكون مترجم زي ما أنا باترجم لك بنفس الطريقة. أنا باقول لك اللي باعمله في الcourse، باقول لك اللي أنا كنت باذاكر بيه والله بالضبط. هتلاقي نتايج حلوة أوي وهتلاقي إن أنت واحدة، واحدة الأمور هتمشي معاك كويس. لكن فكرة إن أنا باسمع مش فاهم، طَب أنت استفدت إيه؟ ما أنت لو بتسمع هندي بتقلد الصوت بس أنت مش عارف أنت بتقول إيه. أنا باسمع تركي واحدة بتقول günaydın تقريبًا صباح الخير، أنا مش عارفة أنطقها صح، ما باعرفش أكتبها، استفدت إيه؟ بس كلمة واحدة لقطت، الباقي كله ما فيش، هي كلمة بس اللي اتلقطت. ماشي؟ تعالَ نكمّل. Lehren, wie man auf Deutsch Fragen bildet. Los geht's. Wie man auf Deutsch Fragen bildet. إزاي الواحد يكوّن الأسئلة بالألماني. Los geht's يالّا بينا. يالّا بينا الوزّات. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? خلّي بالك من الأسئلة اللي هي مش سؤالها أو طريقة السؤال بتبقى إزاي. Entschuldigung أنت شايفها مكتوبة Entschuldigung عشان هو الuntertitel اللي بياخد من الصوت يعني زي الذكاء الاصطناعي كده، فهي أصلها Entschuldigung. طَب أنا سمعتها Entschuldigung قبل كده صح برضه مش غلط. ككتابة اكتب Entschuldigung. Entschuldigung هاكتبها لك هتطلع لك في بتاع كده مربع اللي أنا باكتبه كده. Entschuldigung المعذرة اللي هي excuse me زي ما هو مترجمها لك. Darf ich Ihnen eine Frage stellen؟ ممكن أوجه لحضرتك سؤال؟ فين حضرتك؟ Ihnen
جت ازاي؟ مش كانت زي ده انت لسه في الاول. ihnen دي هتيجي قدام ان شاء الله في الداتيف، وهنبدا ان احنا نغير الحاجات دي. ايه darf دي؟ modern verb بمعنى dürfen يعني يسمح بي، allow to مسموح لي ان انا اعمل كذا. طيب ليه fragen stellen؟ بدل ما اقول مثلا sie fragen على طول، لا بنستخدمها بطريقه شيك زي ما هما بيستخدموها. فبقول darf ich ihnen eine Frage stellen؟ واحده تقول لك اوكي، ما تقولش اوكي بقى هنبدا نشوف هما هيقولوا ايه. Guten Tag, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Guten Tag, darf ich Ihnen eine Frage stellen؟ اكتب الحاجات دي يا حبيبي كده وترجم معايا واحدة واحدة، ورقة وقلم وسجل يا بابا. Fangen wir an mit der ersten Möglichkeit, wie man auf قبل ما تكمل بس عشان الانترتيت ما يروحش مننا. fangen wir an. anfangen بمعنى يبدأ حاجة beginnen بالظبط. anfangen لسه في A1 في الtrennbare Verben في الأفعال المنفصلة، هناخدها مع بعض برضه في الجراماتيك. يا رب أقدر أخلص عشان أنا بطيئة شوية في التصفير. mit der ersten Möglichkeit احنا بنبدأ أول حاجة مع أول إمكانية إن احنا ازاي نسأل wie man auf Deutsch. هتبدأ تكمل إن هي ايه، هتسأل أو توجه الأسئلة. Möglichkeit يعني الإمكانية والقدرة. mit der ersten يعني بالأول. حاجة كده الأعداد الترتيبية برضه هناخدها مع بعض واحدة واحدة، ماشي؟ يبقى لو في كلمة أنت حسيت إن أنا قريتها بسرعة أو ما ترجمتهاش ونسيت أو جريت في الكلام، قُل لي واكتبها لي في الكومنتات وأنا هاكتبها لك. Deutsch eine Frage bildet. Eine Frage bildet إزاي تكوّن الأسئلة und die ist schon relativ einfach. والحاجة الموضوع نسبي شوية أو simple، حاجة كده يعني لطيف. بلاش كلمة نسبي دي عشان كمعنى ما بيبقاش واصل أوي بالعربي، مش فاهمين يعني إيه نسبي، أو كتير مش هيبقى فاهم يعني إيه فكرة نسبي. بس يعني إيه تكوين بسيط أو لطيف خالص وإحنا هنشوفه مع بعض. Und die ist schon relativ einfach. Generell kann man jeden deutschen Satz in eine Frage umwandeln. generell في العام عموما. كان برضه modal verb جاي من können. man الفرد مش بمعنى الزوجة أو الرجل، التانية دوبل n. m groß a n n. لو أنت مش عارف الألفابيت ارجع فيديو 15 فيديو لورا شوف الألفابيت. دي مشكلتك مش مشكلتي، أنا باحاول أصور وأشد، أنت مش منتظم في الفرجة مش بتاعتي. المهم jeden deutschen Satz كل جملة ألمانية in eine Frage umwandeln. يعني إيه umwandeln؟ يعني إحنا بنحاول إن إحنا نغيّرها أو بنحاول إن إحنا نحوّلها لسؤال. يعني إحنا هنحاول كده في العموم إن إحنا نجيب كل جملة ألماني ونحاول نخلّيها إن هي إيه، تتحوّل لسؤال. يبقى أنا أخدت الجنرال يعني في العموم. كان ده modal verb جاي من können. man بمعنى الفرد أو الإنسان. jeden deutschen Satz. jeden يعني كل. طب هي كانت jede من شوية، دي بقى حاجات لسه هنتكلم فيها مع بعض في الجراماتيك عشان الفيديو ما يطولش مننا. deutschen Satz الartikel بتاعتها der Satz يعني الجملة in eine Frage تحوّلها لشكل سؤال. umwandeln يعني إن أنت تحوّلها أو إيه، تحوّلها ما لهاش معنى تاني. أنا باحاول أشوف لك معاني عربية متقاربة عشان كل البلاد تبقى فاهماني. نكمّل. Und zwar indem man das konjugierte Verb an den Anfang des Satzes Und zwar indem man das conjugierte verb. أنا عارفة إنه كلمات أنا باحس إن هي متركبة على بعض شوية بتبقى رخمة. فأنت لمّا تلاقي كلمة طويلة عليك قسّمها بالراحة، ما تجريش في الكلام وخلاص إن أنا عايزة أتكلم سريع، مش هتحصل. مش هتحصل إن إحنا نتكلم سريع. فأنت بتقسّم الكلمات لمّا تلاقي كلمة رخمة شوية أو adjective أو أيًا كان الحاجة اللي قدّامك رخمة، فبالراحة واحدة واحدة أنت هتبدأ إن أنت تضبّطها بإن أنت تقسّم المقاطع وبالتعوّد هتيجي معاك. يبقى conjugierte 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 أنا قسّمتها لك 3. verb an den Anfang des Satz stellt des وsatz وes وstellt. إيه ده، في إيه؟ إيه اللي حصل؟ الموضوع ببساطة خالص den Anfang des Satz stellt. des Satz دي حاجة في الجراماتيك بتاعتنا في الجينيتيف هناخدها في الB1 مع بعض. stellt يبقى إحنا بنبدأ بالفعل. المعنى العام أو المحتوى العام للsatz بتاعتك إن أنت بتحط الفعل أول حاجة في السؤال بتاعك. يبقى ده هي طريقة تكوين الja Frage. تمام؟ زي ما يانوش كده كان جاي بيقول إيه، kann ich Ihnen eine Frage stellen؟ kann ich هل أستطيع. أنا ما عنديش هل، ما عنديش Fragewort معناها هل في الألماني. هتيجي إن أنا أحط الفعل المتصرف اللي هي اسمها إيه، das konjugierte Verb. الفعل المتصرف هتحطه an den Anfang يعني بداية des Satz stellt. هي مش Satz ده، هي هتتقلب لفراجة بس ماشي. تمام؟ تعالَ نكمل هتقول إيه. مش شغال. ماشي عشان الكمبيوتر في ذمة الله.
stellt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Janusz hat heute gute nehmen wir mal ein Beispiel. هنبدأ ناخد إيه beispiel مع بعض. يانوش، هو ليه يانوش بتتكتب يانوس ست؟ أنا أول مرة آخد بالي من حاجة زي كده. الله! هي مش المفروض تتكتب اس ها؟ هو المفروض أسماء الناس تتكتب بأي طريقة، مش هنقول لك لأ. كلمة يانوش هُم بيكتبوها كده، يبقى الاس ست لمّا تيجي مع بعض في أسماء الناس أو بعض الكلمات تتنطق كده. طب أنا أعرف إزاي؟ سِبت لك application ليه، وسِبت لك reverse إن أنت تقدر إن أنت تحط أي word أي كلمة عندك تبقى تسمع نطقها الأمين بينطقوها إزاي. يعني إحنا مش هناخد grammatic أوي يعني لقواعد النطق، لأ. أنا شرحتها لك مرّة على فكرة قواعد بسيطة، لكن فكك بقى من كلمة الساكن والمتحرك ومش عارف إيه وفين ورايح منين، لا ما فيش الكلام ده. خلّي اللغة تبقى web كلام، تكتب، تعرف تقرا، بس. يعني ما فيش بقى شغل الإيه، النصب ده أنا بابعدك عنه خالص منعًا للزهق والقرف والملل، ماشي؟ يبقى Janusz hat heute gute Laune. Was ist gute Laune؟ gute Laune يعني مزاجه رايق، مش ما هو مش صايم في رمضان بقى، كل سنة وإحنا جميعًا طيبين يا رب العالمين. مش صايم، ما فيش بقى لا فطار ولا بعد الفطار في كورس ولا في نكد ولا بتاع، hat gute Laune ماشي، هو واخد مزاجه كويس النهارده. تعالَ نشوف هيعمل إيه بقى في المزاج الكويس ده. Laune. Janusz hat heute gute Laune. جملة خبرية بسيطة خالص، ما فيش أي Fragen، ما فيش أي أسئلة، شوف هي هتعمل لك إيه. Wenn ich jetzt dieses Verb nehme und das an den Anfang setze, heißt قُلت لك wenn ich لمّا أنا jetzt dieses Verb nehme. هي ليه dieses Verb؟ حاجة في الadjektiv Deklination في الأ2 B1 مش دلوقتي. لأ هي Grammatik، أنت فهمت إن هي حاجة Grammatik هتيجي لي قدّام. nehme ich und an den Anfang setze heißt es يعني لمّا أجيب الفعل المتصرف وأحطه في أول الجملة بتاعتي ده هيبقى اسمه إيه؟ هيبقى اسمه ja nein Fragen أو السؤال الإيه، اللي هو معناه هل يعني في العربي. es, hat Janusz heute gute Laune? آدي تكوين السؤال. hat Janusz heute gute Laune؟ حاجة عايزة إن أنا أتكلم فيها برضه، بتحصل معايا في الكورسات. ألاقي ما شاء الله يعني أنا معايا طفل ما شاء الله مصطفى حبيبي يروح قلبي، يروح جاي عامل لي إيه لمّا آجي أكوّن له السؤال، إحنا خدنا طريقة السؤال أهي، يروح يقول لك hat Anfang Janusz مش عارف إيه، ويجيب لك أي كلمات تانية هو سمعها قبل كده في حتة تانية، يعني هو سمعها في فيديو مثلًا في الأول. طب ما هو السؤال قدامك أهو، يعني نفس طريقة تكوين السؤال. أنا حطيت الverb، حطيت الconjugious verb أو الفعل المتصرف أول حاجة، بعد كده حطيت الsubject أو الفاعل، بعد كده حطيت كلمة heute، بعد كده حطيت الobject بتاعي أو باقي الإيه، السؤال، فحطيت gute Laune. حلو خلاص، طريقة تكوين السؤال أهو، ما تروحش تجاوب من دماغك بقى، ما تروحش تكتب حاجة تانية من دماغك، زي ما هي copy paste بالضبط. Und ihr seht, die Satzstellung ist ihr seht وأنتم زي ما أنتم شايفين die Satzstellung ist so. وهنبدأ إن إحنا إيه، نشوف تكوين السطر أو الهيكل هيبقى عامل إزاي يعني. so. Erst kommt das Verb, التكوين بتاعك أول حاجة erst kommt das Verb dann das Subjekt، هييجي لك السوبجكت بتاعك أو الفاعل. hier haben wir dann noch، هتبدأ تكمل في باقي الكلام. dann das Subjekt. Hier haben wir dann noch ein Adverb, heute. Adverb اللي هي كلمة heute und gute Laune ist das Objekt أو باقي الجملة بتاعك أو باقي قصدي السؤال، اللي هي الإيه، الباقي الأوبجكت وخلاص. ماشي، مش عايزة أدخّل في حوارات. Und gute Laune ist das Objekt. Und hier sehen wir uns jetzt mal ein قبل ما أكمّل، هو أنا مطالب إن أنا أعرف كلمة الأوبجكت والسوبجكت ومش عارف الأدفيرب والحاجات دي؟ لأ أنت مش مطالب، بس بالتعوّد لمّا تشوف فيديوز زي كده أنت هتتعوّد عليها لوحدك، تمام؟ أنت مش مطالب بيها في أي حاجة. نكمّل باقي الsatz اللي هي كانت كاتباها ونبقى نستحنا عملنا إيه، ونكمّل مع بعض. und hier sind wir uns jetzt mal ein paar Beispiele aus unseren Videos an. دلوقتي هنبدأ نشوف Beispiele على تكوين الأسئلة والفرق ما بين السؤال والإجابة من خلال الفيديوهات إيه، بتاعتنا. ما فيش فرق بين السؤال والإجابة، ده أنا اللي باجاوب من عندي يعني، باجيب لك المحتوى العام أو المعنى العام، تمام؟ هنبدأ نشوف هي هتقول إيه. ein paar Beispiele aus unseren Videos an. Ist das eine ideelle Frage oder eine materielle Frage? Es ist ein هي بس بتقول لك نوع الأسئلة هتكون عبارة عن إيه، فهي بتقول لك es ist eine generelle Frage، سؤال general أو عام أوي يعني مش هيخش في تفاصيل أو حاجة. generelle Frage. Bist du schon mal auf der Autobahn gefahren? شُفت بقى الخبطة اللي خبطها لك دلوقتي ولا أنت فهمت أي حاجة ولا لحقت تشوف أي حاجة؟ هو كاتب لك إيه bist du schon mal auf der Autobahn gefahren، فخطفها لك مرة واحدة. ليه؟ طب ليه كده؟ عشان هو متعود، هي لغته والله، وأنت بتتكلم عربي أيًا كان بقى مصري، سوري، فلسطيني، أيًا كان البلد بتتكلم منها، فأنت بتتكلم برضه عربي سريع.
فbist du schon mal auf der Autobahn gefahren؟ سريع قدر المستطاع. تمام. طب أنا عايزة أنزل اليوم أعمل إيه؟ واحدة 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 عشان نبدأ نشوف مع بعض واحدة واحدة عشان الأمور بتنظبط، مش أول خبطة كده هتبدأ الدنيا إيه تقفش شوية. يبقى معلش الفيديو فصل عشان حوار الإعلانات. أنا كنت لسه بقولك إن إحنا فقراء إلى الله، فالإعلانات مش عارفين نجيب اليوتيوب النسخة اللي مفيهاش إعلانات. المهم bist du schon mal auf der Autobahn gefahren؟ أنت عمرك سافرتِ على الطريق السريع؟ تعالَ نكمل باقي الأسئلة أو باقي الكلام اللي هيتقال. مش شغال هيموتنا. Haben Sie da keine Angst? ها hatten Sie da keine Angst؟ ما كانش عندك خوف أو عند حضرتك خوف؟ هو سأل طبعًا أسئلة وطبعًا عامل لها cut وجمعوا أسئلة مع بعض. hatten Sie da keine Angst؟ شوف طريقة تكوين السؤال عامل إزاي. لما باسأل بالverb في الأول باعمل إزاي أو باحط الفعل الأول وبعد كده السوبجكت الفعل وبعد كده باقي السؤال بتاعي، أو ما بارضاش أقول object على طول لإنه مش دايمًا بيكون object، ممكن يبقى باقي سؤال عادي. تمام. نكمل سؤال كمان وخلاص هنختم بقى إن شاء الله عشان عارفة إن أنتم زهقتوا. Nein. Wusstest du, dass David Hasselhoff auch singt? ما شاء الله السؤال طلع جميل أوي. Wusstest du, dass David Hasselhoff auch singt؟ Wusstest du, dass David Hasselhoff auch singt؟ أنت كنت عارف إنه كمان ديفيد هازلهوف ده واحد مغني كمان بيغني؟ Ja, das wusste ich auch. Ja, das wusste ich auch. خلي بالك حرف الت معمول عليه كده الأبوستروف اللي معمولة دي عشان نشيل حرف الإيه. طب wusste ده البغتاته إن أنا كنت أعلم أو كنت عارف، دي حاجة اسمها بغتاته. تمام. إحنا هنوقف عند الحاج ديفيد. للمرة اللي جاية بإذن الله الحلقة هتكون ال16 نكمل باقي الفيديو مع بعض ونبدأ نشوف فيه تكست هنبدأ نطلع منها الكلمات، وهناخد ازاي تكون بقى الديسكوسيون على التكست، ازاي نعمل ديسكوسيون على التكست. أنا التصوير في رمضان بالنهار ما شاء الله مخي ده سايح في بعضه، ولو بالليل بتبقى فيه شغل والكورسات فالدنيا مش مزنقة، هعديها الدنيا لبعضيها. ومش فاكرة أنا قلت لك ما تنساش اللايك والشير اللايك والشير والسبسكرايب. بص براحتك، بص انت في بيت اختك اعمل نفسك فيه. استنى الحلقة اللي جاية وان شاء الله اللي جاي احلى. خلينا اللهم اني صايم، احنا في رمضان. الختام بتاعنا بقى، اسعد الله مساءنا ومساءكم وصباحنا وصباحكم والى لقاء اخر ان شاء الله.